السلام عليكم خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات. اليوم بكل حرقه جيت باش نوجه واحد النداء عاجل وعاجل جدا. في هذه الساعه هذه بالضبط وفي قسم الانعاش في مدينه تطوان كيرقد واحد الشاب مقتبل العمر، شاب اللي العمر ديالو 17 سنه، وللاسف هذا الشاب ضرب خيمه بالشلل كامل. وهذا الشاب ماشي هو الاول. في الاسبوع اللي فات طالب هندسه حتى هو للاسف الشديد اصيب بشلل كامل لا يعالج. مده هذا الشهر هذا في فصل الصيف 4 الحالات اللي توافدوا على قسم الانعاش ديال شباب مقتبل العمر اللي وضعوا لكل اب بكل اسف وضعوا لحد المستقبل ديالهم والحركيه ديالهم، وحتى عرضوا حياتهم للخطر. فهادشي كامل سببه شنو هو سببه؟ واحد النزوه عابره، هما الناس اللي كيقفزوا من اماكن عاليه بلا ما ياخذوا الاحتياطات اللازمه. وهاد الشباب اللي بكل اسف كيتصابوا في العنق ديالهم، في العمود الفقري ديال العنق، واللي كيصيب بدورو الحبل الشوكي ولا موريفينيير. وهذا الحبل الشوكي كيتقطع كامل ولا تقطع كامل، فالمصاب كيتصاب بشلل كامل، وهذا الشلل كامل ما عندوش العلاج. فلهذا الله يخليكم راه ما كاينلاش على قبل نزوه عابره الواحد يعرض حياته للخطر ويوضع حد للمستقبل ديالو والحركيه ديالو. هذه الرساله الاولى. الرساله الثانيه بالنسبه للناس اللي كيبغيو يسعفوا هذا النوع من المصابين وشافوهم، الله يخليكم. النصيحه ديالي لكم الا شفتوا هذا النوع من المصابين فما كاينلاش تحركوا الراس بزاف، حاولوا ما تخليوا الراس والعنق وباقي الجسد في مستوى واحد. يعني العنق ما خصوش يتحرك باش لا قدر الله كانت شي فراكتور ولا كسر ما يتحركش العمود الفقري باش ما يتقطعش الحبل الشوكي. وشكرا.